ورئيس نادي كرة القدم النسوية بعين حرودة. اسمحوا لي إلى ما قلتش الإخوان كاملين، وكنرحبوا بالفاعل الجمعوي اللي شرفنا بالحضور في الجمع العام السي بوصابون. شكرا لك بزاف على مرحبا بكم، كنشكركم على الحضور ديالكم. ان شاء الله نادي زناتة نتكلموا ان شاء الله على الشكر au nom du club de Zlata Sport je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements pour l'accueil que vous avez donné à notre demande de création de ce club sportif. Ce club va apporter une bouffée d'air frais aux jeunes de la région et nous permettant aussi d'affermir nos actions en faveur de ces sports, surf, bodyboard, des standards, de natation, kayak, triathlon, le VTT ou plus présent et plus efficace. Discours royal sur le sport et pratique sportive. La pratique sportive devient de nos jours un des droits autorisés et aux personnes à besoins spécifiques. Le sport est à ce titre un levier fort du développement humain, d'inclusion sociale et de lutte contre la misère, l'exclusion et la marginalisation. Des fédérations et des clubs, il faut également veiller à l'adaptation au cadre juridique et développement observé dans ce secteur, ainsi qu'à la formation, l'encadrement, le règlement du problème de financement et la mise en place des infrastructures sportives nécessaires. Il est donc impératif d'élaborer une stratégie nationale multidimensionnelle pour remettre d'aplomb ce secteur vital, en adéquation avec celui de la population, notamment les jeunes filles et les jeunes garçons qui constituent une réelle pépinière des zéros. Une compétition continentale, régionale et internationale. Cela requiert également une formation judicieuse et de bonnes compétences en matière d'encadrement technique et administratif. Au nord du ouest du Maroc, situé à 17 km de Casablanca, au nord de Casablanca, elle fait partie de l'agronomement en direction de Marrakech et Mohamedia, ainsi que par la route nationale numéro 7, Aix-la-Samir, mais aussi d'autres entreprises de grande envergure. الوطني والعالمي وربما المتظاهرات الدوليه كما كتشوفوا ان الى شفتوا دابا بعض المهرجانات بحال الرباط بحال التفريع راه بعض المهرجانات هما اللي عطاو واحد الصدى للمناطق ديالهم. الا كنتمناو زناتة لان زناتة جات في واحد الوسط، لان هي المنطقه الوحيده في المغرب اللي عندها الطرق، عندها المطار، عندها الرباط، العاصمه، عندها العاصمه الاداريه الاقتصاديه، جات في واحد المركز يعني بين جميع المرافق الاستراتيجيه على المستوى الوطني، ونتمنوا ان شاء الله حنا في اطار الدعم ديالكم وحنا نوقفوا بجانبكم ان شاء الله. وشكرا. او قبول انتخاب السيد رشيد غال رئيس لنادي اكاديميه زناتة المحيط للرياضات البحريه في الاربعاء 1 مارس 2023 تم انتخاب السيد رشيد غال رئيس للنادي. الحمد لله والشكر لله، تم تأسيس الجمعية في أحسن الظروف وتم اختياري كرئيس الجمعية، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى أننا نكونوا في حسن ظن الجميع اللي عطاوني هذه المسؤولية وتشريف وتكليف في نفس الوقت. وإن شاء الله بالمجهودات إن شاء الله ديالنا وديال ديال الإخوة الكرام اللي عندهم احترافية تبارك الله وعندهم تجارب قويه في الميدان الرياضي، لا من ناحيه الرياضات البحريه ولا من ناحيه الرياضات الاخرى اللي هي الفي تي تي والبيتش فولي
الرياضات الاخرى. كنتمنى ان شاء الله غادي نسيروا التطور والتقدم ديال المنطقه في الظروف العالميه، ويعني في المستوى العالمي نهضوا بهذه المنطقه بالمستوى العالمي، ماشي غير المستوى الاقليمي او الوطني، ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نخرجوا ابطال في المستوى لا رياضيا ولا اخلاقيا ولا حتى مستوى فكري، لان ان شاء الله العقل السليم في الجسم السليم. يعني كنتمناو يكون واحد المنظومه تكوينيه ديال الابطال. وكنشكر الجميع اللي ساندونا في هذا، لا الجماعه ولا السلطات ديال الجماعه عين حروده. كنشكروا الجميع وبالتوفيق لنا ان شاء الله، وجميع الجمعيات الاخرى حتى هي اللي كتحدو نفس الحدو ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني. يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه نتا للتنميه والتضامن بمنطقه عين حروده اقليم المحمديه جهه الدار البيضاء سطات. حنا اليوم كنتشرفوا بالحضور ديالنا الجمع التاسيسي لنادي اكاديميه زناتة للمحيط وهي للرياضات البحريه. الحمد لله هذه الجمعيه ان شاء الله اللي غتاسس وهي مولود جديد بمنطقه زناتة، والاهداف ديالها هي الاهتمام بالرياضات البحريه. الحمد لله حنا جد فخورين بهذا النادي، لانه مولود جديد خاصه غيهتم لنا بالرياضات البحريه، لان منذ القدم او فتره السبعينات كان عندنا نادي رياضي وهو وحيد، وهو ديال الدراجات على المستوى الشاطئ، الدراجات الناريه اللي تفقد منذ اواخر السبعينات. الحمد لله كما كتشوفوا احنا في اطار تهيئه مدينه جديده وهي زناتة الجديده او زناتة البيئيه. الحمد لله هذا النادي غيفعل هذه المنطقه ديال زناتة وغيعطينا واحد الاشعاع، وربما غتولي واحد التظاهرات دوليه على المستوى تنظم في منطقه زناتة. الحمد لله غتعطي واحد الاشعاع لمنطقه زناتة، لان ربما زناتة غتحضن اكثر من 500 تكون 500 ألف نسمة تقريبا، هذا ربما على المستوى البعيد. احنا كنشكروا هذا النادي اللي غيأسس هذا اعضاء النادي اللي غيتأسس في اطار الاهتمام بالرياضات البحريه، لان احنا كنتوفروا على تقريبا ما يقارب 6 كيلومترات بمنطقه زناتة، وهي شواطئ حولة حميمون، زناتة الصغيره، زناتة الكبيره، بالوما كذلك. وحنا كجمعيه نهضه التنميه والتضامن وجميع الفاعلين الجمعويين غنحاولوا باش ندعموا هذا النادي باش يكون عندنا واحد الاشعاع. وشكرا لهذا النادي على هذا التنشئه ديالو خاصه لفائده الجيل الصاعد. وشكرا. شكرا للصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه، وبالخصوص الصحافه الالكترونيه. ومن هذا المنبر كنشكروا الاخ طارق باسم الجهويه بريس. تم تاسيس نادي اكاديميه زناتة المحيط للرياضات البحريه بمنطقه زناتة، وبالخصوص منطقه عين حروده. علاش؟ باش تكون اضافه نوعيه لمجموعه من الرياضات اللي واخده الرياده على المستوى الوطني. كنذكروا على سبيل المثال الخاطبي رئيس نادي كرة الطائرة، اللي الفرع ديال الإناث كيحتل مراتب مشرفة في البطولة الوطنية الاحترافية، والسيد قطبي اللي كيشغل رئيس نادي كرة القدم النسائية، واللي تا هما كيشغلوا مراتب كبيرة في البطولة الاحترافية النسائية. احنا غنكونوا إضافة نوعية إن شاء الله لهذه المنطقة، ونحاولوا نجلبوا الوليدات ديال لي ريجيون ديال عين حروده كاملين، ونحبسوا المافيات اللي كتوزع ولا اللي كتدفع هاد الاطفال باش ما يتعاطاوش للمخدرات وما يتعاطاوش للاساليب الانحرافيه، ونحاولوا نوجهوهم للرياضه، وتكون تكميله التربيه من جهه والرياضه من جهه والتعليم من جهه اخرى، باش نحصلوا على مواطن صالح. لان الاطفال ديال دابا هما جيل المستقبل ديال المملكه الشريفه. السلام عليكم. محمد خاطبي، نائب رئيس نادي زناتة لكرة الطائرة. الحضور ديالنا اليوم هو
من اجل باش نحضروا مع الاخوان ديالنا في لتاسيس واحد جمعيه جديده للرياضات البحريه. وحنا جد مسرورين انه تكون منطقه زناتة يكون عندها واحد نادي للرياضات البحريه، لانه كما كتعرفوا بان زناتة المنطقه ديال زناتة كتمتد على شواطئ جميله. اذا كان المفروض انه يكون واحد النادي اللي كيهتم بهذه الرياضات البحريه، خصوصا فيما انه كاين واحد الانطلاق ديال واحد المشروع ديال المدينه الجديده ديال زناتة. اذا هذه الرياضات غتواكب هذا المشروع حتى هي، ونتمنوا انه يحالفهم الحظ، يكون الامور الحمد لله يكون نادي يكون في اوج العطاء ديالو، وانه يهتم بالفئات الصغرى في هذا الميدان ديال هذه الرياضه الجميله، ونتمنوا لهم كل التوفيق.